السلام عليكم. اهلا بكم في قناة ميدو جيمنج. النهارده الفيديو بيتكلم عن السبب اللي خلاني احول من تليفون انفينكس هوت 60 الى تليفون ايفون 8 بلس. في الفيديو ده تعرفوا كل عيوب ومميزات ال 8 بلس وعيوب الاندرويد مع تليفون انفينكس هوت 16. كل ده واكتر هتعرفوه في الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله عشان البداية تبقى اسطورية، وتدعمونا باللايك والاشتراك. زي ما انتم شايفين كده في سجلة القناة ان اغلبية اللي بيشوفوا فيديوهاتي مش بيشتركوا في القناة، فاحنا عايزين نغير النسبة دي ونخليها حتى 50% بس. ويلا نخش في الكلام المهم. اول حاجة هنتكلم عن السبب اللي خليني اسيب اللي هو الانفينكس هوت 16 مع اني لسه جايبه. انا عارف ان السبب ده ممكن ما يفرقش مع ناس كتير، بس هو فرق معايا جامد. ان التليفون مش بيدعم الجيروسكوب، في الجيروسكوب وكل حاجة، بس سوفت وير مش هارد وير. وعشان تبقوا عارفين السوفت وير ده اما تبقى كده حاجة مركبة يعني ايه تبع النظام، اما الهاردوير بيبقى قطعة جاية في الجهاز. وده العيب الوحيد اللي في التليفون، العيب المهم بالنسبة لي في التليفون. اما غير كده التليفون بيقدم اداء. بصراحة انا بفتح تصوير عليه ممكن بالساعتين وانا بلعب ما بحسش بلاج ولا بأي حاجة. اما المشكلة ان انت تكون جاي مثلا من تليفون ومتعود على الجيروسكوب وتجيب الموبايل ده وما تلاقوش بيدعم الجيروسكوب، ودي مشكلة لأغلبية اللاعبين. وانت لو مش بتلعب جيروسكوب بصراحة انت كده بوت. الجيروسكوب مهم جدا في اللعب، هو ده العيب الوحيد بصراحة اللي واجهني في الجهاز، غير كده مفيش عيب. نخش بقى على مميزات اللي في الجهاز. زي ما انتوا عارفين ان الجهاز بيدعم 60 فريم في بابجي، وأداؤه مستقر لغاية الوقت. يعني الموبايل أديله معايا شهر وأداؤه مستقر بطريقة حلوة أوي بصراحة. ونخش في نقطة ايه اللي خلاني أحول للآي أو إس. أنا بصراحة لسه ما جبتش الموبايل، بس أنا يعني قررت يعني إن أنا هبادل الموبايل بتاعي بآيفون وهاخد الفرق. يعني الآيفون 8 بلس ده معروض قدامي ب3000 جنيه، واحد هيبيعه ب3000 جنيه. وانا سمعت كلام كتير عن الايفون ان الاداء بتاعه مش بيقل عبر السنين ومش عارف إيه. مع ان الموبايل قديم بس انا هجيبه عشان ايه؟ في ناس كتيرة بتتكلم عليه وبتشكر في الموبايل، ودي حاجة حلوة جدا ان ناس كتيرة يعني بتتكلم عليه بالطريقة دي، اكيد حلو. وبعدين انا مش هخسر حاجة، دي 3000 جنيه يعني مش حاجة كبيرة يعني وسط يعني اسعار الموبايلات. والايد بلس برضو بيدعم ال60 فريم وفي الجيروسكوب. انا هحتاج ايه اكتر من كده؟ وعليه برنامج تصوير. لو انت هتخيرني ما بين الايفون والاندرويد، حتى لو تليفون اندرويد بيدعم الجيروسكوب، هقول لك الايفون طبعا. ان انا يعني شفت ناس صحابي معاهم الايفون اداؤه ما بيقلش عبر السنين. يعني الواحد معاه ايفون 8 العادي، ايفون 8 عادي، اداؤه لغايه الوقت مستقر وبيلعب 40 فريم في بابجي، وال40 فريم بتوعته احسن من ال60 فريم بتوعتي انا في الاندرويد. فانا حبيت اوضح النقطه دي برضه عشان تبقوا عارفين ان الموبايل نزل في 2017، في اخر 2017 كده اعلنت شركه ابل على إصدار اللي هو الآيفون 8 بلس. يعني الموبايل أديله 8 سنين موجود في السوق. أنا بصراحة أنا هغامر، هي مغامرة بالنسبة لي إن هو يعني هيبقى موبايل الأساسي يعني كحياة شخصية وكلعب وتصوير ويوتيوب والكلام ده. فبس ربنا يكرمنا إن شاء الله كده وإيه ونخلص في الموضوع ده على خير، وأسيبك مع شوية لقطات كده من على تليفون انفينكس هوت 60 الخرا اللي معلوش الجيروسكوب. ويلا السلام. وما تنساش ان رقمي موجود في اول كومنت مثبت لاضمن واحد تشحن شدات بابجي والعاب تانية كتير. فانت لو عايز تشحن شدات بارخص الاسعار واضمن واحد تتعامل معاه انا اللي بشحن لك انا شخصيا، ما تنساش تخش تنضم في قناة الواتساب اللي في التعليق المثبت وفي الوصف وتكلمني على الرقم ده لو انت عايز تشحن. ويلا سلام.